شاهدت جميع مباريات كأس العالم المقام في قطر، وهذا شرف لي ولأول مرة أفعلها لتقارب الملاعب ولوسائل النقل المتطورة جدا. أشكر قطر على هذا التنظيم الخيالي وعلى حسن حفاوة أهل قطر لجميع المتفرجين. ستبقى نسخة في الذكرى. توصلت برسائل عديدة تدعوني أن أبدي رأيي في حكم مباراة فرنسا والمغرب. في الحقيقة تابعت جميع مباريات منتخب الأسود. كانوا شرساء في الميدان، يلعبون بكل ثقة وحماس. كنت أنتظر فوزهم، لكن الذي حصل يمكن أن يقع في أي مباراة من كرة القدم، والأخطاء التحكيمية جزء من اللعبة. وهذا لا يعني أن الحكم سيأخذ تنقيطا جيدا. بطبيعة الحال لكل حكم مجتهد نصيب، كما أن كل فريق يلعب بشكل منظم وجيد سيصل للنهائي. وهذا ما حصل لمنتخب فرنسا. استغلوا خطأين فرديين وسجلوا هدفين على المغرب. الكل كان قد رآني حزينا إثرها، لأن المنتخب المغربي يلعب كرة جيدة كذلك. أما بخصوص حضور رئيس فرنسا قبل النهائي وهل له دخل في الفوز؟ بطبيعة الحال ليس له دخل، فكرة القدم تلعب في الملعب وليس الكواليس. ومن قال غير ذلك فليأتينا بالدلائل والإثباتات. لنا الشرف كذلك أن ينظم كأس العالم للأندية في بلد المغرب، ولنا كامل الثقة في هذا البلد الجميل المتميز بالأمن والأمان، أن تنظم هذه التظاهرة على أحسن وجه في المغرب. كما نتمنى لجميع الأندية المشاركة التوفيق. تابعت بحزن كذلك مواقع التواصل الاجتماعي وما يروج عن مباراة المغرب وفرنسا، وهل ستعاد المباراة؟ النهائي تم الحسم فيه، والمنتخب المغربي سيلعب مباراة الترتيب، وقد تم اختيار حكام قطريين للقاء، ونتمنى التوفيق للجميع. أشكر مرة أخرى دولة قطر على حسن تنظيمها لأجمل كأس عالم في العالم. نشكرك على هذه التصريحات، شكرا. إننا إذ نقدم هذا المحتوى نعلن لمشاهدين الأوفياء أن الحوار المكتوب والمسموع لا يمثل ما دار بين شخصيات اللقاء. نلتقي في فيديو آخر، إلى اللقاء.